السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير على خير. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي تمام الصحه والعافيه. فيديو اليوم ان شاء الله فيديو مختلف شويه على الوصفات اللي كنقدم لكم. غادي نحضر معكم ان شاء الله اليوم السفوف اولا الزميطه اولا سلو، يعني كل منطقه وكيفاش كتسميها، بطريقه جد سهله وكيجي زوين وكيجي معلك. كنتمنى لا فيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للطريقة ديال هاد السفوف، عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز اللي غادي نحمرو وغادي نطحنو بهذا الشكل كيف كتشوفوا في الفيديو. ضروري تتبعوا الطريقه باش كيجيكم واحد السفوف اولا سلو كيجي مقوم وكيجي معلك، كيجي من داك الشرفيع. كنتمنى تجربوه، كيستحق التجربه. عندي هنايا ايضا كيلو ونص ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني اللي حمرته وحيدت له القشره ديالو وطحنته بهذا الشكل، يعني تيكون كونكاسي اولا مهرمش. نصف الكميه غادي نهرمشها والنصف الاخر غادي نطلقو، غادي نطحنو. هنايا كيف كتشوفوا راني طحنت الكاوكاو نص الكميه، كنطحنوها حتى كتطلق لينا هكا الزيت. وعندي ايضا هنايا غادي نحتاج الكيلو ونص ديال الزنجلان اولا السمسم اللي يكون محمر. نص ديال الكميه غادي نطحنو مزيان عفوا مع زريعه الكتان حتى هي من الافضل انها ما تحمرش. غادي نخلطهم وغادي نطحنهم جيدا حتى كيوليو ليا بهذا الشكل. نص الكميه ديال الزنجلان وزريعه الكتان كنطحنهم حتى كيوليو ليا بحال هكا، بحال شي عجينه. والنص الكميه ديال الزنجلان غادي نخليه هكاك، يعني ما كنطحنوش. هنايا عندي النافع، ملعقه كبيره ديال النافع وجوج معالق كبار ديال حبه حلاوه اللي كنحمرهم، ضروري تحمروا وغادي نطحنهم مزيان. وعندي هنايا معلقه كبيره ونص ديال القرفه. اما بالنسبه للمسكه الحره كندير القليل من المسكه الحره وكنزيد معاه شويه ديال السكر كلاصي وكنطحنهم مزيان حتى كيوليو لينا بودره وكنزيدوه على الخليط ديالنا. عندي هنايا الدقيق الابيض اللي حمرته كيف كتشوفوا، كنحمروه جيدا وكنضيف له هنايا هذوك المكونات وكنبدا كنخدمو مزيان حتى كيولي لينا بحال هكا كيف كتشوفوا. يعني مازال ما زدتش كاع الزيت وراه تيبان ليا السفوف ديالي كيجي معلك. هنايا ضفت السكر كلاصي، درت تقريبا واحد 3 ديال الكيسان ديال السكر كلاصي. السكر دائما تيبقى على حسب الذوق. وايضا عندي هنايا زيت الزيتون. انا هنا درت زيت الزيتون بالنسبه للكميه فدرت 4 كؤوس ديال العنبه ديال الزيت. وتيبقى لكم طبعا نتوما واش كتبغيوها تكون يعني مزيته ولا كتبغيوها تكون هكا ناشفه. غادي نخدم هاد السفوف ديالي مزيان 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 حتى دوك العناصر كيندمجوا جيدا. صافي حتى نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا. وكيف كتشوفوا هذا كيكون الشكل النهائي ديال السفوف ديالي. هنايا غادي نوريكم تشوفوا التعليكه كيفاش كيجي معلك. هنايا ضروري انكم تخلطوه مزيان، ومن الاحسن انكم تخلطوه في الخلاط الكهربائي. من بعد ما كتخلطوا هذوك العناصر كاملين كدوزوا هكا في الخلاط الكهربائي باش كيزيد كيتعلك. هاد السفوف اكيد الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم هكا المناسبات اولا لشهر رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كيف كتشوفوا التعليكه ديالو تيجي مقوم وكيجي معلك. كنتمنى لا فيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه لانها فعلا كتستحق التجربه. شكرا لكم على حسن التتبع، الى فيديو جديد ان شاء الله.